ازيكم عاملين ايه في حلقة جديدة من قناة كروشيه توتو؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم مع بعض عن منتجات الشعر اللي انا استخدمتها الفترة اللي فاتت كلها. تمام. وان شاء الله الحلقة دي هتفيد ناس كتير بإذن الله. لكن الحلقة دي هتكون طويلة شوية، ان شاء الله هحاول اختصرها على قد ما اقدر، ولكن جهزوا كده يلا اي حاجة تشربوها ويلا بينا نتكلم مع بعض عن منتجات الشعر بتاعتي. تمام. يلا اول حاجه هنتكلم فيها النهارده هو الشامبو اللي انا بستخدمه. تمام، احنا هنقسم الحلقه كده على كام جزء. هنتكلم عن الشامبو على جنب، بعد كده هنتكلم على الكونديشنر، بعد كده هنتكلم على الهير ماسك، بعد كده هنتكلم على السيرمز ولو كان في سبراي او حاجه، وبعد كده هنتكلم على البرفيوم، ودي حاجه اضافيه كده للدلع يعني مش اكتر من كده. تمام، فاول حاجه هنتكلم فيها هي الهير شامبو او الهير شامبو. اللي انا استخدمتهم هما يعني اكتر من واحد، ولكن هنبدأ بأول واحد معانا وهو الشامبو دوت. بصوا زي ما انتوا شايفين الشامبو دوت ملكوش دعوه بس بالباكج عشان كان نازل عليه حاجات كده، وكذا واحد كذا باكج هتلاقوا نازل عليه بوهيه كده. فالمهم الشامبو دوت هو شامبو ضد القشره، ولكن مش المفروض ان انت تستخدميه اكتر من مرتين في الاسبوع، من مرتين ل3 مرات ده اقصى حاجه. تمام، بتحطيه من دقيقتين ل3 دقايق وبعد كده بتغسليه وبتحطيه على فروة الراس، ما بتحطوش على الشعر كله لانه بينشف الشعر قوي. فمن الاحسن انتي لما تستخدميه استخدمي بعديه كونديشنر يرطب الشعر ويكون فيه ترطيب عالي شويه. تمام، فده رقم واحد معانا. فده مش طول الوقت انا بستخدمه، انا لما بستخدمه بستخدم معاه شامبو تاني، فممكن مثلا دوت يعني استخدمه مره واحده بس في الاسبوع، واستخدم معاه شامبو تاني بالتبادل يعني مع شامبو تاني. طبعا انتوا عارفين اللي هو الترند بتاع الشامبوهات الهندية والكلام دوت، فيعني انا كنت من ضمن الناس بصراحة اللي جبت اللي هو الشامبوهات ديت. هي المفروض في ويب سايت كده او في صفحة مشهورة يعني على الفيسبوك بتبيع الحاجات ديت، ولكن بصراحة ما عجبنيش الشامبو خالص. فحتى يعني هو كميته لسه كبيرة، لان الشامبو بتاعهم بيدهن قوي، وانا اساسا البشرة بتاعت الشعر بتاعي دهنية. ماشي. تمام. من ضمن الحاجات برضو اللي انا استخدمتها هو هيربل اسنس اللي هو بالكوفي. النوع ده حلو جدا جدا، ولكن بما انه مقاطعة فخلاص يعني بعد ما خلص رميته. طبعا مؤخرا انا بقيت استخدم دوت اللي هو السيرو بايب دوت. بصراحة هو كويس، يعني انا تقريبا مخلصة نصه اهوت زي ما انتوا شايفين. هو كويس جدا، وكمان هو فيه شاي اخضر، وبتحسي كده زي احساس النعناع كده لما تيجي تشطفي بيه شعرك تحسي احساس النعناع كده. ماشي. هو برضو زي اي شامبو بيتحط من دقيقة لدقيقتين وبعد كده بيتغسل. طيب ايه احسن حاجة انا استخدمتهم في كل ده؟ هو بصراحة سيرو بايب لحد دلوقتي هو بالنسبة لي افضل حاجة. وبعديه مباشرة كان هيربل اسنس، بس زي ما قلت لكم يعني هو هيربل اسنس يعني ما بقتش اجيبه خلاص. الشامبو دوت زي ما قلت لكم انا بستخدمه بس وقت بستخدمه وقت القشرة يعني والكلام ده لما يكون عندي قشرة كتير. تمام، فده كده بالنسبة للشامبو بشكل عام. يعني انا ما جبتش تقريبا غير 4 انواع بس، الى جانب بقى الانواع اللي هي الكوميرشال قوي اللي هي زي بانتين والحاجات اللي هي الكتير ديت اللي احنا بنستخدمها، هيد اند شولدرز والكلام ده كله. اكيد كل ده استخدمته بس انا مش هتكلم عنه لانه كوميرشال جدا، بصراحة ما تستخدموش يعني. بصوا هنكمل. دلوقتي هنتكلم على الكونديشنر، ولكن بس ناخد بق كده. طيب لو انتوا سامعين صوت دوشة في الخلفية فمعلش، انا حاولت بقدر المستطاع يعني ان انا اختار مكان هادي اصور فيه، ولكن للأسف الشديد جيراننا بيبنوا وفي صوت نقل بقى وحاجات كده. انا هتكلم على دلوقتي على الهير كونديشنر اللي انا استخدمتهم الفترة اللي فاتت وعجبوني، وهقول لكم يعني اللي ما عجبنيش ايه واللي عجبني ايه. ماشي. عايزه اقول لكم اللي انا كنت جايبه مع الشامبو ده، فاكرينه؟
كنت جايبه معاه حاجه اسمها هير فود. الهير فود ده كان منه حاجتين، هير كونديشنر وهير ماسك. ماشي. الكونديشنر بتاعه زي ما انتم شايفين، معلش برضو واقع عليه بويه وحاجات كده. المهم يعني الكونديشنر بتاعه فاضي خالص، يعني انا تقريبا مخلصاه على الاخر، فاضل بس نقطتين فيه. تمام. ماشي. تاني حاجه بقى اللي هو سيناترو دوت. سيناترو دوت هو ارجان اويل وكاستر اويل. ماشي. المهم انا كنت دايما بستخدم ده بعد الشامبو ده، يعني هي اساسا كان الدكتور هي اللي كاتباهولي، انا ما اخترتش الحاجات دي بمزاجي يعني. هي كان في دكتوره انا كنت بتابع معاها وهي كانت كاتبالي الحاجتين دول. ماشي. مؤخرا بقى بقيت استخدم دوت سيرو بايب اللي هو الهير كونديشنر بتاعه، بستخدمه بعد الشامبو. يعني انا بغسل شعري بالشامبو، بعد كده بستخدم على طول الكونديشنر. على فكره في فيديو انا كنت قايله في بديل للشامبوهات، يعني او للشامبو الاجنبيه او الحاجات دي، بديل للمقاطعه، فيا ريت تبقوا تتفرجوا عليه. وكنت بتكلم فيه على منتجات سيرو بايب يعني. انا حابه اللي احنا دايما طول الوقت نتشارك في ايه هي المنتجات اللي بدائل للمقاطعه، عشان ما نضطرش في يوم من الايام اللي احنا ناخد او نلجأ للمنتجات دي مره تانية. يعني انا من ضمن الحاجات اللي عامله لي تروما جدا، اللي بعد ما الصن بلوك بتاعي يخلص بتاع لاروش بوزيه، مش عارفه هستخدم ايه بعديه، لان انا جربت انواع كتير غير لاروش وكان كل الانواع بصراحه سيئه جدا جدا جدا. ف ان شاء الله، هو لسه بدري. انا برضو اتكلم على الماسك. طيب لو احنا دلوقتي هنتكلم على الماسك، فانا ما تجربتي في الماسك تجربه قليله جدا جدا، عشان انا من الناس اللي زي ما قلت لكم شعري دهني، فما بستخدموش ماسكات كتير. والماسك اساسا 3/4 اللي انا بجيبهم في الاخر بيطلع بيدهن وبيلزق الشعر كده في بعضه، فانا ما بحبش الاحساس ده خالص، وحتى بعد ما بغسله. المهم اول حاجه جبته اللي هو حاجه اسمها من ايفر بيور. ايفر بيور كده كانت عامله لاين اسمه شيا باتر، اللي هو صوت. ماشي، عشان بس لو حد عايز يشوفه. كمان من ضمن الماسك اللي انا استخدمته وهو مشهور قوي اسمه كيراتين، هبقى احط لكم الصوره بتاعته. ما عجبنيش على فكره، مش عارفه في ناس كتير بتشكر فيه بس انا ما عجبنيش خالص يعني. طيب برضو الهير فود اهوت. انا مش محبين قوي الماسك، فهتلاقوا تقريبا زي ما هو، تقريبا هو زي ما هو ممكن يكون كويس، انا ما استخدمتوش غير مرتين او 3. هو هير ماسك بالشاي والارجان، ف هو كويس، والمفروض اللي هو بيغذي الشعر على الحاجات اللي كلها كتير المكتوبة فيه ديت، المفروض اللي هو بيغذي الشعر والكلام ده كله، ولكن بيدهن لي الشعر بتاعي، فانا ما بقدرش استخدمه يعني. ماشي، خلينا بس نحط الحاجات دي على جنب. فكده احنا خلصنا تقريبا الكونديشنر، وخلصنا الهير ماسك، وخلصنا الهير شامبو. ماشي. حاجة بقى من ضمن الحاجات اللي انا بستخدمها بعد الشاور، اللي هو ده اللي هو كريلا او كريلا. المهم دوت يا جماعة، ده كورتيزون، فلازم لما تستخدموه بايه، بمعرفة طبيب، وما تزيدوش عن 3 شهور على فكرة في استخدامه، عشان في ناس ممكن تقعد تستخدمه على طول، لكن ده كورتيزون، فناخد بالنا جدا لما نيجي نستخدم اي حاجة فيها كورتيزون، اللي احنا ما نستخدمهاش غير بمعرفة طبيب، وما نزيدش عن 3 شهور في الاستخدام بتاعها. خلاص انا اهوت يعني كنت خلصانه من عندي عبوه وجبت عبوه تانية، ولكن انا بقالي كتير اساسا ما حطيتهوش على شعري خالص، يعني بتاع دي لسه جديده. وعلى فكره هو سعره رخيص قوي قوي قوي، يعني هو اساسا من الحاجات اللي بتعمل دامج، لو انت استخدمتي كتير هتعمل دامج فعلا للهير بتاعك، يعني هتدمر اساسا الشعر بتاعك خالص. المهم من ضمن الحاجات بقى اللي انا استخدمتها مؤخرا، هو انا كنتش بستخدم كريم ولا بستخدم زيوت على شعري بعد وانا باجي اسرح شعري، يعني لما باجي اسرح شعري كنت بسرحه كده، ما كنتش ولا بستخدم زيت، لان الزيوت برضو زي ما قلت لكم بتزيت شعري وبتلزقه كده في بعض، فانا ما بحبش الاحساس ده خالص. فكنت بستخدم ايه بقى، يعني مؤخرا بقيت استخدم ايه، جبت بروس دوت. البروس دوت شركة مصرية 100%. منها حاجتين، في اللي هو الهير لوشن دوت، الهير لوشن دوت، وفي كمان كريم. الكريم بقى احلى من ده مليون مرة. انا جربت الكريم وبعد كده قلت اجيب دوت في الشتاء، عشان انا في الشتاء
شعر يعني الناس اللي عندهم قشرة هيعرفوا اللي في الشتاء القشرة بتزيد قوي عن الصيف. المهم يعني ان انا جبت الهير لوشن ده على اساس ان هو يقلل، لو هو سبب من اسباب مثلا الكريمات سبب من اسباب القشرة، فاللوشن ده يقلل القشرة. بصراحة بعد ما جبته ندمت جدا جدا جدا، لان هو تقريبا نفس تمن الكريم، هو سعرهم رخيص وكل حاجة، مش سعرهم غالي قوي مقارنة، عشان بس محدش يقول. هو تقريبا دلوقتي ممكن يكون في حدود 200 جنيه، فهو مقارنة بالحاجات التانية هو سعره رخيص بصراحة، يعني اقول لكم الحق. ماشي، لكن لو انتوا بتقارنوه بقى بالزيوت بتاعت مش عارفة ايه اسمها ايه، فاتيكا او منتجات مثلا فاتيكا، الحاجات دي هتلاقوا طبعا سعره غالي، بس هو حلو. لكن ده ما حبيتوش قوي، لكن الكريم بتاعه حلو قوي قوي. طيب من ضمن برضو الحاجات اللي انا جبتها مع في السيرو بايب هو ده، بتاع ده جميل قوي بجد، اللي هو السيرم بتاعهم ده. حرفيا حرفيا انا شعري تقيل، ماشي، مش طويل قوي بس انا شعري تقيل عامه، نقطتين بالظبط بتلاقي شعرك كله ناعم كده خالص، وعرفتي وبتسلكيه بسهوله جدا، والدنيا تمام قوي يعني. ماشي، يعني حتى لو انتي مثلا غاسله شعرك مش عارفه ايه، حطيتي بس نقطتين كده وعلى ايديكي، هو مزيت شويه، عشان برضو في ناس ما تحبش الاحساس ده، بيزيت الايد شويه، لكن على الشعر ما بيدهننش ولا اي حاجه، بس بيدي لمعه حلوه كده في الشعر. تمام. اخر حاجه بقى هي حاجه للدلع، ولكن انا بصراحه مؤخرا حسيت ان هي حاجه كويسه جدا، خاصة للناس اللي شعرها تقيل، مع الحجاب والكلام ده وربطة الشعر، بتلاقي الشعر بقى بيكمكم والكلام ده كله. هو الهير برفيوم، اختاري اي يعني برفيوم يعجبك. على فكرة دي حاجة يعني ممكن تكون رديئة بالنسبة للناس، يعني في ناس بتحب تجيب حاجات احسن من كده. ماشي، هو اسمه شوجر من فلورا. بصراحة الريحة دي حلوة قوي، حلوة قوي قوي قوي. هي ريحته قريبة من ريحة داوني بتاع الغسيل، يعني بس عشان ايه انا بحب ريحة داوني جدا، فعشان كده جايباه، يعني هي قريبة جدا من الريحة بتاعت داوني. طيب من ضمن الحاجات كمان اللي انا عايزة اقولها، آم، مهم قوي ان انتي لو انتي شعرك فيه قشرة، يا اما تغسلي شعرك يوم ويوم، يا اما اقل حاجه تغسليه مرتين في الاسبوع. لكن ما تسيبيش نفسك خالص كده ومثلا تقعدي بالاسبوع والاتنين، بما ان احنا في الشتاء فغسيل الشعر بيبقى صعب شويه غير في الصيف. لا، اهم حاجه يا اما تغسليه مرتين في اليوم، يا اما يوم ويوم تشطفي شعرك، بس مرتين في اليوم، مرتين سوري معلش، مرتين في الاسبوع ده بالشامبو، لكن يوم بيوم، يوم بعد يوم دوت من غير طبعا الشامبو. ماشي، يعني لو احنا هنغسل شعرنا 4 مرات، هيبقى مرتين بشامبو مرتين من غير شامبو. اتمنى يكون الموضوع واضح، يعني انا غلطت في البداية بس يعني حاولت اصلح في النهاية. المهم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا الفيديوهات الجديدة. انا بنزل كتير جدا وبنزل على طول باستمرار، وتقريبا في الاسبوع بنزل فيديوهين، وساعات بنزل شورتس والكلام دوت. وما تنسوش برضو اللي انتوا تلفوا لفة كده في القناة وتشوفوا الفيديوهات الجديدة اللي انا نزلتها. وكمان على فكرة انا كنت متكلمة برضو عن الايه، منتجات البشرة. ماشي، واتكلمت كمان عن منتجات الجسم اللي انا بستخدمها، ويا ريت تبقوا تدخلوا تشوفوا الفيديو ده وتقولوا لي رايكم ايه، ويا ريت برضو تكتبوا لي في الكومنتس ايه هي الفيديوهات الجديده اللي انتوا عايزيني اتكلم فيها، وايه المنتجات مثلا اللي احنا نجربها. ولو عارفين صن بلوك كويس يا ريت تبقوا تكتبوا لي تحت في الكومنتس. يكون يعني يكون يعني قريب كده من لاروش، اتمنى يعني اللي يبقى فيه صن بلوك قريب منه. تمام، يلا، باي باي.